أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بنوتة مصرية. زي ما بنوتة مصرية عودتكم إن هي مهتمة بيكم وبشكلك وبمظهرك وبكل حاجة تخص أي بنت، فأنا النهاردة جايبة لكم معايا مفاجأة. مصممة الأزياء المعروفة لميس عصام. أهلا وسهلا بك يا لميس. حضرتك يا فندم. عرفيني بقى عن نفسك، مين لميس؟ أنا لميس عصام، مصممة أزياء من الغربية. أنا دارسة التصميم، تربية نوعية، قسم اقتصاد، متخصصة في الملابس. كانت هواية عندي من زمان. أنا كنت بحب أصلا فكرة إن أنا أعمل في التصميم وأشتغل فيه. الهواية كبرت، ربنا موفقنيش في حاجات تانية، حطيت دماغي في الحاجة دي إن أنا أدرسها واندمج فيها اكتر، اديت لها طاقتي وقوتي لحد ما بقيت دلوقتي كده. قليل لما بنلاقي الرغبة والهواية بتتفق مع الدراسة. ده شيء مش موجود انا نفسي فيه، يعني مش موجود فيا انا نفسي. اهم حاجة نحب الحاجة عشان نطلع منها كل حاجة احنا نفسنا فيها. لو حبيتي الشغلانة نفسها او المهنة هتطلعوا احلى حاجة فيها. ايوه طبعا. عندنا في مثل بيقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. ايه رأيك في المثل ده؟ لا طبعا، هو المثل ما ينفعش ينطبق على ناس معينة. في لبس يناسب ناس وفي لبس ما يناسبش ناس. يعني في اجسام معينة يناسبها درجات والوان معينة، وفي اجسام تانية ما يناسبهاش الالوان والدرجات المعينة دي خالص. ده السؤال اللي انا كنت حابة ان انا اسأله لك. يعني مثلا عندنا انواع الاجسام. الاول في البنت اللي هي النحيفه الرفيعه خالص، وفي البنت اللي هي الكيرفي شويه، وفي البنت اللي هي سمينه او مليانه سنه. ازاي لو انا رفيعه او نحيفه اختار سواء نوع القماشه او نوع القصه تبقى ايه؟ البنوته النحيفه نفضل لها الخامات اللي هي تقيله شويه عشان بتدي ليفل نفشان اكتر. وكمان بفضل لها القصه الكلوش. القصه كلوش بتنفشها اكتر، بتداري مع ملامح معينه في جسمها، ديفوهات معينه، بتبقى افضل واحسن لها اكتر. تمام. بالنسبه للبنوته اللي هي الكيرفي شويه، الكيرفي نفضل لها اللي هي السقات اكتر مع اكستنشن او السق بس، وممكن خامه الستان، الكريب، الستان الجاكار، على حسب بقى احنا ماشيين في السوق بنستعمل ايه يناسب جسمها اكتر. اهم حاجه ما تلبسيش لو انتي مليانه سنه القماشه اللي هي شويه بتشف الجسم شويه، فبتبين شويه عيوب في الناس اللي هي عندها كيرفي شويه. وافضل اصلا البنوته الكيرفي ان هي تلبس هدوم ولا عرض ولا ساده، يعني لا ساده قوي لا طول، اللي هي يعني الخطوط ما تبقاش بالعرض، عشان بتعرضها اكتر. والساده بتكبر الحجم شويه. ونفضل الالوان الغامقه لهم اكتر، بتلم دفوات الجسم. تمام. يعني انا كده لابسه وحش؟ لا انت عسل اصلا. ربنا يخليكي. لا مش شرط، في جسم يليق عليه حاجات معينه وفي جسم برضه يليق على حاجات معينه. يعني انت لابسه ابيض، الابيض لايق عليك. يعني لو كنت انت لابساه كامل لحد تحت تختلف شويه. تمام. اما انت لابسه قطعه واحده منه فوق فمداريه دفوات معينه في الجسم. تمام. البنوته بقى اللي هي مليانه سنه، مليانه سنه انا افضل لها كلوش مع ضيق من فوق. تمام. ضيق من فوق اللي هو بيلم الجسم شويه وبينزل من تحت بوسع، بيلم المنطقه اللي تحت كل رد. تمام. فبيساعدها اكتر. دي اللي هي القصه. دي القصه. والالوان بقى على حسب بشره. لا نوع القماشه، اي قماشه تنفع معاها. ونفضل اكتر لا الحرير. تمام. والشفونات اكتر بتساعد وبتريح في اللبس معاها. تمام. طيب، بالنسبه بقى لالوان البشره، في بنوته مثلا بشرتها فاتحه، وفي بنوته بشرتها قمحويه شويه، الخمريه اللي هي بتاعت مصر المصريه، البنوته المصريه، وفي اللي هي البنوته اللي هي سمرة شويه. نبدا الاول بالبشرتهم فاتحه. البشرتهم فاتحه نفضل لهم الالوان الغامقه، ازرق، احمر، نبيتي الغامق، البترولي بيليق عليها اكتر. كل ما غمقت مع البشره فاتحه كل ما القطعه احلى، بتظهر اكتر، جمالها اكتر، وبتظهر تفاصيل جسمها اكتر عن الاول. البنوته بقى الخمريه المصريه، الفواتح. عشان اولا الفواتح عشان بتدري حاجات معينه في جسمها، وفي نفس الوقت بتلاقي على البشره بتاعتها. البنوته الخمريه برضو بلاحظ، رغم انك بتقولي الفواتح، بلاحظ ان هي بيليق عليها الالوان اللي هي زي العنابي، بتبرزها قوي، مع ان العنابي لون غامق بس بيبرز جمال البنت الخمريه قوي قوي. عشان العنابي اصلا في درجه بياض
في مادة الخامة بتاعته اعلى. ايوه فدي بتساعد برضو بتنور. كخمريين. ما احنا عايزين نقول الالوان عشان نساعدهم. ما هو الخمرية تفضل ان هي تلبس في الفواتح، بس مش الفواتح قوي ولا الغوامق قوي، في الوسط. أيوة. ولا كده ولا كده. زي ايه بقى؟ الوان ايه؟ زي بامبا، الروز، العنابي زي ما انت قلتي، بترول الفاتح، البنيات بس الفاتحة قوي مش الغامقة، كافيهات، بيجات، ذهبي. ده اكتر الوان تلقى عليها. والبنوته بقى اللي هي سمرة شويه نفضل لها الوسط بين الالوان. الوسط بين الالوان هو اللي هيفيدها اكتر. بتشوفي انهي اكتر جاذبيه؟ اكتر جاذبيه لهم بحس ان الاحمر والازرق اكتر الوان بتلاقي عليهم اكتر، يعني زي البيضه بالظبط. بتبقى حلوه ومناسبه لجسمهم اكتر. تمام. بالنسبه بقى للي بيجيلك مثلا ويقولك انا عاوز القصه دي، يعني احنا دلوقتي في عصر النت والسوشيال، بنشوف برضو المشاهير لابسين ايه، بنشوف اشكال الفساتين على النت. بيجيلك بقى بنوته مثلا تبصي تلاقي تقولك انا عاوزه يعني اعمل زي الفستان ده بالظبط، عاوزاه يطلع عليا كده، وانتي من وجهه نظرك ان انتي شايفاه مش هيليق عليها، هل بتعملي كده؟ هل بتقولي مثلا ده مش لايق عليكي خدي دي، لا مش هينفع ان احنا ننفذ الفكره دي، هننفذ الفكره دي، يعني بتقدري ان انت تقولي لهم الكلام ده؟ طبعا بقدر اقنعهم. الحمد لله انا عندي قوه اقناع مع الزبون حلوه. بيتقبلوا بقى منك ده؟ بيتقبلوا مني فكره الكلام، لان حاسين ان انا اكتر شخص هيفيدهم. طبعا هي لو جايه لي بفستان معين انا وشايفه ان الفستان ده مش هيناسبها اصلا، بقول لها لا انا هقول لك رايي بصراحه، الفستان ده مش هيبقى حلو عليكي. ده الفرق بقى ما بين حد انا مش فاهم وحد خياط، يعني بيمسك الابره ويخيط وخلاص. لا اصل انا مش هجيب لك فستان يطلع بشكل وحش، منظره مش هيبقى لايق عليكي، هتبقى سمعه عليا وللمكان طبعا. فانا افضل ان وهي شكلها يطلع احلى كمان. احلى. أيوة. لما تبقى هي الفستان مديها الوقار، ظهر ملامح جسمها، ظهر كل التفاصيل المهمه في جسمها، احسن من ان هي تجيب لي قصه انا شايفاها مش مناسبه ليها. لميس ابتديتي من كام سنه؟ ابتديت من 5 سنين. كنت الاول عندي صفحه اونلاين بتعرض منتجات هدوم وحاجات من دي. من هنا بدات منتجات ولبس يعني. من هنا بدات ان انا اجهز حق المبلغ اللي انا ابدا بيه المشروع. كنت معتمده على نفسي، شخصيه عصاميه. من الالف للياء. ما خدتش حاجه من حد، ودي حاجه مفرحاني ان انا بدات من الصفر. احلى بنوته مصريه ظهرت معايا. انا معظم الناس اللي قعدت معايا شخصيات عصاميه، وده اللي انا بحاول ان انا اوصله كفكره في البرنامج اللي انا بقدمه، ان مهما كنتي ظروفك وحشه، مهما كانت الدنيا اللي حواليكي مش كويسه، انت تقدري تعملي من الفسيخ شربات، تقدري تبداي مشروعك باقل امكانيات واقل فلوس. صح؟ طبعا ده حقيقي. الفلوس مش بتعمل انسان، لكن الانسان هو اللي بيعمل فلوس. ده حقيقي. احكي لنا بقى عملتي ايه؟ انا كنت انا واصحابي احنا كنا 3 بنات على الصفحه دي. كنت انا وهم بنقعد نجيب منتجاتنا من بورسعيد، اسماعيليه، اسكندريه. كنت انا المسؤوله عن الصفحات والدعايه والاعلانات، لان انا شاطره جدا في حته الاعلانات دي. فكنت انا اللي عليا زبون اتعامل معاه، اخلص معاه الفلوس، وهم عليهم العرض. برافو عليكي. وانا اللي اجيب وانا اللي اتعامل في الشغل. فمن هنا بقى هم كانوا بيصرفوا، بس انا كنت بحوش المبلغ اللي بيطلع. برافو عليكي. خدت من المبلغ ده وكونت نفسي اكتر، نميت نفسي في الجامعه، خدت كورسات، شهادات اكتر، وصلت لدرجه الدكتوراه في التصميم. ما شاء دلوقتي الله. في سنه تانية كنت انا جهزت حق المبلغ اللي انا هبدا بيه مشروعي، وفتحت الاول عندي في البيت. جبت مكن خياطه ومانيكانات وستاندات وفساتين وقماش. ده من الفلوس اللي هي حوشتها من البيزنس بتاعها اللي هو الصغنن ده، الصغير ده. من اللي عينيكي برضو بدات تلقط فيه كل حاجه. بتتعلمي. هنفضل نتعلم لحد ما نموت. بنتعلم كل حاجه طول ما انت قاعده على المكنه وبتخيطي، طول ما ايدك بتتعلم حاجات جديده، طول ما انت قاعده بتقصي، طول ما ايدك بتتعلم حاجات احسن وبتشوف تركات جديده. اكيد كل مره هقص اتعلم فيها حاجه جديده عن الاول. صح. بدات بعدها نميت المشروع، كبرته زبونه ورا زبونه، مره غلط، مره افشل، مره البنات الحلوه بيقولوا لبعض عليكي. مره نجحت، مره فشلت. بس اكيد من الفشل بتاعي مش هخاف منه ان انا افشل. طبعا نجاحي في بنات كتيره بتقول عليه،
وبرضك فشلي برضك في بنات تقول عليه، بس انا كنت ما بخافش من الفشل. كانوا بيقولوا لي هتفشلي، مش هتنجحي، بكره هتقفلي، كنت اخد الكلام ده واحطه جوايا واطلع منه احسن. تعرفي ان الخياطة زي الطب احيانا، الشفاء من حظ المريض. يعني انا وقرفتي عند الخياط، انا وقرفتي عند مصمم الازياء بتاعي. انا حلوة ونفسي حلوة، الحاجة تطلع حلوة. صح. انا كده انا ليا جزء كبير من. وهقول لك يعني انت شاطرة مفيش كلام. الفشل بيبقى اجزاء طبعا، فاهمة؟ وخصوصا لما تقدري ان انت تصلحي الديفوهات دي، او في يعني انت شاطرة في ده. لان انا شفت حاجات عندك كتيرة انت بتقولي عليها ان هي فشل، لا انا شايفة ان انت بتقدري ان انت تصلحيها كويس قوي، وشايفاها احلى كتير قوي من الناس بادئه بقالها سنين وسنين. ما هو انا لازم اتعلم من الفشل ده اصلا عشان ان انا اطلع حاجه جديده. لو انا خفت من الفشل وخفت منه وان انا قعدت وقلت ده انا هفشل مش هنجح، يبقى انا مش هطلع خطوه قدام خالص وافضل في مكاني في نفس المكان ده. لا، انا خدت الفشل ده وكبرت مشروع وبقيت اكسب من كل حاجه ما شاء الله، لحد ما فتحت في مدينه، من قريه لمدينه مره واحده. خدت شقه وفتحت فيها مركز تدريب، لان انا اصلا بدرب طلبه وكده. تدي كورسات؟ وبرضه مختلفه شويه عن غير في الكورسات. بره هم بيدوا الكورسات ان هم بيطبقوها بالباترون وبالورقه والقلم، لا انا بعلم الطالب ازاي يشتغل على القماش مباشره. ازاي يحس الحاجه ويطلع احساسه على القماش، ويطلع الاحساس فيها، ان هو يحس ان هو مش متوتر لو جت له زبونه مليانه شويه رفيعه، لا مش خايف من الحاجه دي، لا بيطلع كل امكانياته على القماش. احساسي ان انا والقماشه واحد ده. أيوة. بشتغل عليها. صح كده، صح، برافو عليكي. معجبه جدا بتصاميمك، الوانك، افكارك، الناس بتتكلم عليكي حلو قوي. ما شاء الله، شخصيه ناجحه، وحاسه ليكي مستقبل كبير. مين بقى اول واحد شجعك؟ لا، مفيش حد شجعني غير نفسي خالص خالص. انا كنت مصدر الهام لنفسي. ما شاء الله. اللي عايز ينجح هينجح لنفسه. صح، ما يستنش ولا حافز اب ولا ام ولا اخ ولا صديق. صح، ولا اي حد. عايز تنجح هتنجح، ما تعتمدش حتى على وظيفه حكوميه، انت اللي تقدر تكبر نفسك بنفسك. البنوته المصريه دايما متمرده، ودايما معتمده على نفسها، ودايما شخصيه عصاميه. يعني ده انا بشوفه في المصريه بالذات، مع احترامي يعني. ده حقيقي، ده اكبر مثال عندنا اهو. ربنا يوفقك يا رب. بالنسبه بقى لصحباتك، حد منهم عرض عليكي ان هو يجي يفصل معاكي او كده؟ والله كانوا الاول خايفين، بس بعد ما شغلي كبر ونجح دلوقتي بقى كل بيجي يجرب وبيعمل. بقى اسمي كل الناس بتقول عنه، كل الناس بتشاور، لا انا عايزه اجرب لميس، انا عايزه اجي اشوف لميس. يعني ممكن واحده تكلم واحده تقول لها ده التصميم بتاعها مش عاجبها، ده شغلها مش حلو، لا في بنات بتتحدى دلوقتي ان هي تيجي عندي عشان تجربني وتشوفني. ايوه. وكمان بيبقوا جايين عشان يشوفوا طبعي واسلوبي، من كتر كلام الناس ان انا طبعي حلو واسلوبي حلو مع الزبون. عرفت ان انت عندك فروع في كذا حته. انا فاتحه في طنطا في محافظتي، فاتحه محل. كنت الاول فاتحه شقه وقسمتها فصلتها. خدت مركز تدريب في سعيد في منطقه عندي في طنطا، وخدت المحل في منطقه تانية. وطبعا المحل اللي انا قلت لك عليه الشقه اللي في البيت دي موجوده برده. وخدت محل في بلدي كمان، ده كبرته اكتر ووسعته. انا وواحده صاحبتي برضو شغالين مع بعض. يعني انتوا شركاء؟ حاجه زي شراكه كده، بس هي يعتبر هي بتكمل بقيه الشغل كله. انا بقص بتساعدك، يعني هي الاسيستنت بتاعتك. هي كل حاجه دلوقتي. وانا مكتفيه بقى ومش راضيه اجيب اي حد تاني. دي اسمها زينه. هي اكبر مني شويه، بس ما شاء الله عليها شاطره جدا وموهوبه وبتستقبل بسرعه، وعندها قابليه ان هي تتعلم. تمام. وحلوه. ايه الفرق بقى في التعامل في مجال الازياء ما بين المحافظات وبعضها؟ تختلف من محافظه لمحافظه طبعا. الريف او القرى بيبقوا معتمدين على الفلوس ان هي كتير او المبلغ ده بس، مع ان في ناس عادي ما بيفرقش معاها الحته دي. اما في المدن لا، كل ستايلاتهم هي حاجه معينه. لبس معين. زي ايه مثلا؟ بيلبسوا الكاجوال كتير قوي، وبيلبسوا الفساتين الساده جدا في المدن. نادرا لما تلاقي واحده بتكلف على فستان هاند ميد قوي، لا تقول لك انا اروح اجره، بس لما اجي افصل حاجه ست عشان استفيد منها بعد كده وانا خارجه. تقدر ان هي تغير عليها كذا طقم. على عكس الكرة لا، اكتر اقبالهم على السواريهات. تقول لك لا انا لما اكلف على سواريه ادفع.
وحاليا البنات كلها دلوقتي بتعمل فساتين كاتب كتاب خطوبه، سواري، زفاف. ما عادش حد زي الاول بيأجر. الايجار نفسه ما عادش زي الاول حلو. ايوه قد ما التفصيل بقى هو الترند. ايوه خصوصا ان فرق السعر ما بين التفصيل والايجار فرق كبير. يعني ده بيخص اكتر اهل المدن اكتر من اهل القرى، تقصدي كده؟ طبعا بيفرق كتير معاه. طبعا الفرق بيبقى بالالوفات كمان. ايه اكتر موقف حلو عدى عليكي وانتي بتشتغلي في التفصيل من خلال الناس اللي انتي فصلت لهم هدوم؟ اكتر موقف بحبه قوي اما بسال الزبونه وانت طالعه ايه الدنيا معاكي ايه، بتقول لي انا مبسوطه جدا ان انا اتعاملت معاكي، كفايه اسلوبك الحلو ده. لو الحاجه وحشه اسلوبك بيخلي الحاجه حلوه. ودي حاجه برضو نتعلم منها. وكمان اتعلمت من الشغل ده حب الناس نعمه جميله. بالظبط. ربنا بيهديها لنا. بالظبط. مش اي حد الناس تحبه ومش اي حد الناس تتابعه وتتابع شغله. برافو عليكي. لازم ان انت تكسبي الحاجه دي في حد ذاتها، ده انجاز كبير. طب ايه اكتر محافظه ارتحتي فيها وانت بتتعاملي مع الناس اللي فيها؟ المنصوره وبنها. اكتر محافظه بتحب اللبس، عندهم اقبال قوي على التفصيل بطريقه، ومريحين جدا طبعا. الناس بتاعت بنها جدا. وكمان المنصوره مريحين جدا، والقاهره. بس طبعا بنقابل مشكله الشحن، بس برضو بنوصل احنا شحن لجميع المحافظات. بتبقى الزبونه الغريبه بتبعت لنا صوره شخصيه لها على الماسنجر او الواتس او اللينكات الجروبات. انا بشوف الصوره وبهيئ المقاسات اللي تليق على جسمها هي. فاهماكي. وبعد كده احول لها الفستان. بصراحه كل الفساتين استلمت اونلاين، محدش اشتكى منها ولا ان هو حاول ان هو يضيق ويأثر او يظبط. لا، بيقولوا لك الحاجه تمام ومظبوطه. انا اصلا واحده من الناس اللي بتقلق قوي من الاونلاين، بس مؤخرا بقى في اللي هي الناس اللي هي زي لميس، ان هي عينيها بتلقط المقاس، عينيها بتلقط اللون، عينيها بتلقط الشخصيه اللي هي بتتكلم معاها، فتقدر ان هي تطلع لها احلى ما عندها، الحاجه اللي تليق عليها. وده اللي انا لاحظته في حاجات لميس. لميس التعامل على الفيسبوك بالنسبه ليكي ولشغلك يعني بيبقى حاجه بتاخرك، ولا مثلا بتقدري ان انت توازني ما بين الفيسبوك والتسويق وشغلك؟ لا طبعا، هو لازم وانا بشتغل تفصيل ما امسكش التليفون عشان ما اتعرضش لاي موقف وحش. تمام. اما انا لازم ان انا وانا بتعامل مع التليفون، لا انا لازم اقعد مع التليفون ده، لا اقعد واركز واقعد كده واشرب واكل واركز في الحاجه عشان ان انا اطلع شغل حلو، اتعامل مع الزبون باسلوب حلو اجذبه ليا، لبقه في الكلام، كلمه حلوه، جبران الخاطر حلو. ان انت تجبره بخاطر الزبون، هو اصلا هيتعامل معاكي وهيجيب لك اكتر واكتر. لميس ما قابلتيش شخصيه متردده؟ يعني مثلا انا عايزه عملتي ايه بقى معاها؟ لا، كنت بحاول اطمنها الاول من فكره التفصيل نفسها، لان هم بيجولك اصلا متعرضين لمواقف كتيره في التفصيل فخايفين يجربوا. فاقول لها جربي وعلى ضمانتي، لو في غلطه انا المسؤوله عنها وانا اللي اشيل التكلفه كلها. فهي بتجرب فبتلاقي الحاجه تمام، خلاص بتبقى هي زبونتي الدايمه. جربت وارتاحت لي، لقت اسلوبها حلو، بعد كده بلاقيها هي اللي بتجيب لي زباين. قلت لي لا، ده انا كنت خايفه وقلقانه، بس بصراحه هي طمنتني وجربت وبقيت مرتاحه معاها وبعمل عندها. وده اللي بيحصل معايا بقالي فتره كتيره، بيقابلني نوعيه من البنات كده، بس بيعدوا المرحله دي وببقى حلوه وتمام معاها. تمام. عملتي قبل كده ازياء لمهرجانات؟ لا، انا حاليا انا عضوه في مهرجان القاهره. هيبقى احتمال السنه دي. تمام. هنعمل عرض ازياء كبير لمجموعه من الفساتين ما شاء الله، وهنعرضه ونكرم ونشوف الدنيا فيه ان شاء الله. ده هيبقى اول تكريم ليكي؟ اول تكريم، بس انا اتكرمت لما خدت شهاده في الجامعه بتاعتي ان انا وصلت للدكتوراه في التصميم. ما شاء الله. وكنت واخده في الكورسات برضو، كمان خدت كورسات في المنصوره، خدت برضو شهادات فيها. ده مش اول تكريم ليه، بس باذن الله هيبقى في حاجات كتير. كنت عايزه اسالك على البنات الصغيرين في السن اللي هم ال4 سنين ال5 سنين لحد ال10 سنين، بنفضل لهم الكلوش المنفوش دايما او السلوبتات. السلوبتات على البنات خاصه بتبقى حلوه جدا، بتبقى سواريه وبتبقى مناسبه لهم. بحس ان لو البنوته في فرح لبس السلبته سواريه مع اكسسوار رقيق بسيط جدا بيبقى مناسب جدا عن الفستان. ولو هي عايزه حاجه منفوشه طبعا بنوفر لها ان احنا نعمل لها فستان من الكبير بحجم صغير على الطفله نفسها بالمقاسات بتاعتها.
كنت مبسوطة قوي قوي ان انا قابلتك النهارده يا وانا لميس، والله مبسوطه جدا واني إني قعدت قابلتك. معاكي القعده الحلوه دي، وقعدنا كصحاب، وقبل الحلقه كمان على المستوى الانساني. لميس رقيقه قوي وظريفه جدا وحساسه موت. لميس نموذج هايل للبنوته المصريه. نورتيني وشرفتيني انت نورتني جدا والله. ربنا يخليكي يا رب، واشوفك يا رب محققه كل اللي انت عاوزاه، وان شاء الله اشوفكم تاني في حلقه تانية. استنوني في بنوته مصريه.